السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة قررنا ان احنا نعمل اكلة من قلب الغيط زي ما بيقولوا. سرحنا كده الارض بتاعتنا وجبنا شوية حميض، على شوية سلق، على شوية جلوين. ايوه زي ما بقولك كده بالظبط، يعني احنا ناس فلاحين عادي يعني. وبدأنا بقى ان احنا ايه نغسل الخضار اللي احنا جبناه ده كويس قوي قوي قوي، ورقة ورقة. بصوا بقى، يعني الواحد سرح لغاية ما كانش عايز يرجع البيت تاني. راحة نفسية وخضرة وجمال طبيعة كده خلابة. المهم نرجع لمرجوعنا. هنغسل طبعا الخضار اللي انتوا شايفينه ده واحدة واحدة، ونغسله كويس قوي. طبعا انا مش متحكمة كويس لان انا ماسكة الموبايل. آه عايزة اقول لكم كمية الغذاء والفيتامينات والحديد والمعادن اللي بيبقى جوه الخضار ده. كانت زمان جدتي تقول كده، بس انا ما كنتش بصدقها بصراحه. وكانت لما بتعمل اي طبيخ من ده، كنت انا واخواتي نعترضه. بس دلوقتي انا بقى بيوحشني الطبيخ ده. بعمل طبعا ايه، يعني مش على طول، كل شهرين ثلاثة كده مرة الواحد يروح الغيط يجيب له شوية حاجات حلوة من دي. دلوقتي طبعا احنا غسلناه كله. هنبتدي ان احنا نعصر عليه نص ليمونة كبيرة، وهنسيبها طبعا منقوعة شوية زي نص ساعة كده، وزي كوباية خل كده. اي خضار عندك هتشتريه هتطبخيه، هتعملي بيه اي حاجة، اعمليه انقعيه في مية، في خل وليمون، مية وخل وليمون. طبعا انا نقعته كويس قوي وسبته مش نص ساعة، انا سبته ساعة بحالها. طبعا كده خلاص غسلته، وابتديت ان انا اولع عليه اهوت. طماطمايه بقى اتنين تلاتة، نص قرن فلفل. طبعا كنت طمعانة انه يكون حراق وطلع بارد، بس مش مشكلة بقى. هنسيبهم بقى ايه ياخدوا يدوا كده مع بعض على النار ويغلوا. لما الورقة تدوب كده، تدوب في المية، طبعا لونها هيتغير، اللون الاخضر الحلو ده هيتغير. هنسيبها بقى تغلي، لما تمسكيها بين صوابعك كده تدوب. الله، الله الله. طبعا احنا هننزلها من على النار نبردها شوية. هنصفي نص المية اللي فيها تقريبا. انا لو كان عندي شوربة كنت صفيت المية بحالها، بس طبعا للأسف ما عنديش شوربة، هستعين بمكعب. طبعا هنضربها في الخلاط ونصفيها بالمصفى كويس قوي. تمام. هنغسل عود الخضرة ده، نحطه في الهون بتاع امي، وهنحط عليه نص معلقة توم من اللي احنا فرمينه. تمام. وهندقهم بقى مع بعض كويس قوي. هنا بقى هنولع البوتاجاز تاني، هنحط مع بعض 3 4 معالق زيت كده، وهنسيبهم برضو يقدحوا مع بعض كويس قوي. اهم حاجة ان الزيت يبقى سخن، عشان لما تضيفي بقى ايه الخضرة والتومة تشم ريحتهم كده. شايفة الفوران والحلاوة دي، الريحة بقى ما اقولكيش عليها. بسم الله ما شاء الله. هو انتوا لحد دلوقتي ما حطيتوش لايك ولا اشتركتوا في القناة؟ ليه طيب؟ قلبي بقى بقلب جامد، عشان كده ايه التومة تتحمر معاكي، والريحة الحلوة بتاعت الكزبرة تطلع كده. في ناس طبعا كتير هتقول ده قرف ومش قرف. لا والله يا جماعة، ده حاجة مفيدة جدا جدا جدا، وخصوصا للأطفال. أنا ولادي بسم الله ما شاء الله، يعني أكلنا الحلة كلها. قلبي كده ولمي لمي اللي على الحروف كده، متسيبيش حاجة. طبعا بيبقى في الغيط بقى جلاوين وسريس وخبيزة وسلق. السلق بيتعمل محشي حلو قوي على فكرة، وحماد. طبعا هنا كنت انا ضربتها في الخلاط وصفتها. هنزل بقى كده
الله 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 الله. بصوا، هي مجرد ما نزلت لان هي لسه دافية ابتدت ان هي تغلي من على الحروف اهي. معانا هنا شطة وملح، فلفل اسود وعليه جوز الطيب وبهارات، والمكعب اوعى تنسي المكعب عشان انا ما حطيتش الشوربة. هننزل طبعا بالحاجات دي، ويا سلام بقى لو الشطة دي حراقة، بس للأسف باردة برضو. قلبي بقى وسيبيها كده ايه تاخد وتدي مع نفسها بقى. بصي انا مش عايزة اقول على الريحة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لا الريحة خطيرة يا جماعة، والله العظيم الريحة فظيعة. طبعا مش هيعرف الكلام ده غير الناس اللي هم ايه، يعني معدين ال30 سنة. ممكن تكون جداتهم مامتهم كانوا بيعملوا الحاجات دي، لكن الناس بتوع اليومين دول اخرهم اندومي. اتفرجوا بس على عظمة، اتفرجوا. طبعا هنا خلاص طابت اهيت. هنبتدي بقى ان احنا ايه نغرف، عشان في ناس مستنيانا يا جماعة. في ناس ورا الكاميرا هتضربنا وربنا. بسم الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. شايفين شايفين شايفين. لايك بقى، وشير بقى، واشتراك في القناة بقى. بصوا، هي الريحة تفتح النفس، والطعم بقى هنا. بسم الله ما شاء الله. طبعا العظمة دي انا بحبها بعيش ناشف. طبعا الخس من الغيط، الطبيخ من الغيط، الجلوين من الغيط، العيش الناشف انا اللي خبزاه، الجبنة القديمة انا برضو اللي مخلل، انا اللي مخللاه، انا اللي عاملاها. بصوا، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. حاجة كده تفتح النفس، وممكن تقعدي تاكلي كروانة العيش بحالها ولا حد هيقومك، ولا حد يقدر يقومك اصلا. خشيلي كلوز والنبي على حتة الجبنة دي. ايوه ايوه ايوه، نغيظ بيها الناس. وانتظروني في كل جديد.